يا عفوا، يا مساء الجمال عليكم جميعا، اخباركم ايه؟ كلام النهارده بخصوص لو انت فني او انت حد مبتدئ في مجال التكييف وعايز عندك مشكلة بخصوص جهاز تكييف بيسرب فريون. فايه اللي تقدر تعمله؟ اللي تقدر تعمله انك انت بتبدأ تضغط الجهاز او تكبسه فريون. ممكن تكبسه جزء من الفريون بحيث ان هو يبان معاك مكان التسريب، يا اما تكبسه فريون كامل، يعني تشحنه شحنة عادية خالص زي ما بتشحنه، وبعد كده بتفصل الجهاز، وبعد ما بتفصله بتبدأ تشوف مكان التسريب بتاعك، او انك انت تفصله وتقفل المحابس بتاعته الانكيه وتبدأ تشوف. يا اما لو انت عايز توفر وما تضغطش بالفريون، ممكن تضغط بهواء، يعني كبس هواء عن طريق مثلا كومبريسور او كده، يا اما عن طريق حاجة تانية بتبقى مكلفة شوية وهي نيتروجين. دي ضغوط بتبين ان لو في تسريب في المواسير بره او جوه، بتقدر ان هي تكشف لك اماكن التسريب عشان تلحم وتشغل وتبقى الدنيا تمام. فدي اعطال لو في تسريب في المكنه وانت عايز تعرف التسريب ده تعرفه ازاي. اما انك انت تشحن بفريون، او انك انت تضغط عن طريق هواء، او انك تضغط نيتروجين. وده كان حديث النهارده بخصوص اعطال التسريب بتاع الفريون.